يا مساء الهنا على احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني. معلش اذا كنت بتاخر عليكم في الفيديوهات، معلش. لو اول مره تشوفيني انا علياء، مع مطبخ علياء علي. لو اول مره تتابعيني لايك وشير وسبسكرايب مع مطبخ علياء عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده هنعمل معاكم كده اكله. بنتي استغربت منها وقعدت تحلفني اذا كان كلامي صدق ولا كذب ولا. النهارده انا جوزي وهو جاي من المذبح جاب لي معاه كبدايه ضاني وقال لي اتصرفي. طبعا هتصرف، هعمل ايه؟ مش عارفه. المهم مسكتها خدت منها اللي انا هينفع اعمله بانيه. انا اتفقت معاكم اني بحاول الكبده الضاني قبل كده البانيه، والباقي مسكتها قطعتها عصافير زي عربيات الشوارع اللي احنا كلنا ريحتها بتودينا في حتة تانية. قلت ايه يعني ايه اما اعملها وامسكها كده اظبطها واعملها وولادي مش هياخدوا بالهم منها. تمام. صلي بقى كده على الرسول الكريم وتعالى اقول لكم عملتوا ايه. وكل عام وانتم بخير وعيد اضحى سعيد علينا وعليكم يا رب. تمام. فجيت رحت ماسكاها قصقصتها كده بالمقص حتت صغنططة، ورحت ماسكاها حطيت لها معلقه فلفل، هرسة الفلفل الاحمر، ومعلقه ثوم وحبه كمون وكزبره وفلفل اسود وحبه بهارات وحبه كاري على كركم كده. كل دوت ربع معلقه حسب الكميه اللي انت ايه هتعمليها. ومسكتها تبلتها وعصرت عصره ليمونه وحطيتها في التلاجة. هنا كانت معايا حبة زيت مقدوحين، او لو عايزة تحبي تحطي ليا هتعلي التيست بتاعها جامد، بس انا قلت عشان ولادي يعني ايه ما يزعلوش وكده، ويعني عشان الكدبة تبقى لايقة يعني. تمام. او حتة زبدة حسب ما تحبي بصراحة يعني، بس انا حطيت حبة زيت ونزلت بقى فيهم بالكبدة كده واديتها بقى، فضلت اشوح فيها كده التقليبة. لما بتكوني متبلاها وركناها تيجي تحطيها اول ما بتعمل الطشة دي تلاقي ريحتها فجت بطريقة جميلة. فضلت اشوح فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ايه دوت. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك بتاعك او كلمة حلوة. شايفين المنظر؟ اكيد كلكم طبعا لو بتبصوا كويس هتقولوا طبعا الريحة اكيد واصلة لحتة تانية. ابدأي بقى كده لميها كده في الجوانب، لمي ماشي، واديها تقليبة كده حلوة عشان تحسي ان كلها استوت، هي ما خدتش سوا خالص. طريقة التتبيلة دي كمان بتخليها يا دوبك، والليمونة طبعا فبتديها ايه يعني بتخليها ما تاخدش سوا. عملت كده، حطيت معلقة ثوم عليها حبة كمون عليها حبة كزبرة. وبصوا بقى في الحفرة اللي احنا بنقول اللي فيها الدسم دي كده، هنبدأ بقى ايه كده نقلب. قسما بالله عايزة اقول لكم الريحة بتاعتها قلبت البيت كله، وولادي ولا عرفوها. كل اللي بقت بنتي عمالة تقوله ماما هي دي كبدة عصافير؟ امال انتي اللي بتقولي عليها كبدة عصافيري؟ يعني اوعي يا ماما تكون دي كبدة عصافير وانتي عاملاها لنا. قلت لها يا بنتي هي العصافير بتتاخد الكبدة بتاعتها ازاي يعني بتتعمل؟ المهم فضلت احمر كده في التومة، ريحتها بقت جايبة اخر الدنيا، وبنتي بقت تقول لي يا ماما بسرعة عشان اكلها. كنت حضرت حبة طحينة. هنا بقى قطعت الفلفل السبايسي بقى اللي هيعلي التست على الاخر. انتي بقى حسب ما بتحبي سبايسي حطي، بتحبي رومي حطي، حسب ده ما انتي بتحبيه انتي واولادك. على فكرة عشان اقول لكم بس على نقطة كده، اساس الكبدة الاسكندراني بتبقى مستوردة، بس انا بقى بعملها بكبدة بلدي، بعملها بكبدة ضاني ببتلو باي حاجة تخطر على بالكم. مفيش حاجة تقف قدامك يا ست البنات. حطيت ايه على دي معلقة خل كده، لو حاسين ان هي كتيرة لا هي مش كتيرة عشان نوع الخل بتاعي ما كانش حلو،
فيعني جت معايا كده. لكن لو هو خل هاينز او خل كويس كانت هتبقى ايه يعني حبة صغنطتين. بصوا بقى الجمال، دي عربيات الشارع اللي احنا كلنا نفسنا نعرف السر بتاعها. لايك وشير بقى، واسيبكم في حفظ